مساء الورد والفل والياسمين. من المعروف ان لما بتلتقي ثقافتين مع بعض ممكن يأثروا ببعض بالسلب او بالايجاب، ورغم ان مصر عدى عليها ثقافات كتيره مختلفه الا ان مفيش ولا ثقافه قدرت تأثر في المفهوم المصري، بل بالعكس كان للطابع المصري تأثيره والتأثير الواضح جدا. مصر طول عمره معروف بجبروته. النهارده هنتكلم عن بعض الكلمات اللي احنا بنقولها لحد يومنا هذا رغم ان هي مش مصريه، بس احنا مصرناها بطريقتنا. طبعا كلنا عارفين ان مصر تعرضت لحمله فرنسيه بقياده نابليون بونابرت اللي حاول يدخل فيها مصر، بس المصريين تصدوا ليها. ورغم الفتره الزمنيه القصيره اللي جه فيها نابليون بونابرت الا ان احنا هنلاقي ان في بعض الكلمات الفرنسيه اللي احنا بنقولها دلوقتي بشكل تاني خالص مختلف. تابعوا معايا الفيديو للاخر وانتوا هتفاجئوا في اخر الفيديو بمفاجاه غريبه. من اول الكلمات الفرنسيه اللي احنا بنستخدمها وغيرناها تماما، ان احنا واحنا بنلعب واحنا صغيرين كنا دايما بنقول كيلو باميه. طيب حد فكر هي ايه علاقه الباميه باللعب؟ طبعا هي الباميه ملهاش علاقه خالص باللعب، هي اصل الكلمه كليلا بريمير، يعني مين الاول. احنا حولناها لكيلو باميه. وتاني كلمه معانا النهارده هي البليله. ايه ده؟ ايه علاقه البليله بالموضوع ده اللي انا هقوله لكم؟ هي ما اصلهاش بليله. البليله هي مشروب شتوي جميل قوي وكلنا بنحبه وبنشربه في الشتاء، بس لما بتيجي تسال حد يعني ايه بليله بيقولك قمح باللبن. طب ايه علاقه القمح باللبن ببليله؟ الكلمه جت منين؟ ما انا نسيت اقول لك، هي ما اسمهاش بليله، هي اسمها بلي اولي. بلي يعني قمح واولي يعني لبن، وبلي اولي يعني قمح باللبن، فاحنا لسه هنقول بلي اولي بليله على طول. طب تعالوا بقى اقول لكم على المفاجاه الثالثه، وان هي بولاق الدكرور، المنطقة الشعبية الشهيرة اللي كلنا عارفينها. ما اسمهاش بولاق الدكرور أصلا، هي كلمة فرنسية أصلها بولاك دو كير، يعني بحيرة القاهرة الجميلة. شفتوا المصريين حولوا بولاك دو كير لبولاق الدكرور ازاي؟ تعالوا بقى أقول لكم على المفاجأة الرابعة، ودي المفاجأة اللي بجد. عارفين جمصة؟ جمصة ده مصيف تبع الدقهلية في المنصورة. تخيلوا بقى إن نابليون بونابرت شخصيا هو اللي سمى جمصة بجمصة. ما انا نسيت اقول لك ان هي ما اصلهاش جمصة، هو نابليون بونابرت لما سماها قال جيمسا، يعني انا معجب بالمكان ده او انا بحب المكان ده. احنا حولنا جيمسا الى جمصة. طبعا مش الاربع كلمات اللي انا قلتهم دول بس هي الكلمات الوحيده اللي كانت في اللغه الفرنسيه واحنا قلناها بطريقتنا كمصريين، لا في كلمات كتيره احنا حولناها بطريقتنا. ويمكن من اشهر الكلمات الحاجات المرتبطه بالعربيات وبالجراج، هنقولها في الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والفولو علشان تتابعوا كل فيديوهات. اشوفكم في فيديو جديد.